اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم نبض الحياه. وان شاء الله النهارده معانا في الاستوديو الفنانه السعيده الجميله ساره رجب. اهلا بك فين. اهلا بيكي. النهارده حابين نعرف اعمالك الجديده اللي انت نازلها ان شاء الله. هو انا كنت صرحت ان انا بعمل عمل مسرحي اسمه يلا يا دنيا، مأخوذ عن روايه مولد يا دنيا. المخرج احمد يونس، هو الفنان احمد يونس اصلا. انا مستمتعه جدا 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 بالعرض ده، رغم ان انا كنت رافضه اصلا ان انا امثل مسرح تاني. يعني انا كنت قلت لا خلاص خليني بقى ايه اكمل كميديا واستنى على المسرح شويه، انا شبعت مسرح. بس يعني حرفيا لما احمد كلمني انا لا نزلت واشتغلت في العرض وما ندمتش نهائيا. انا العرض عندي يوم الاثنين ان شاء الله ان شاء الله في مسرح افاق. عايزه اقولك يعني فعلا ربنا بيعوض. يعني انا العرض ده والناس دي، انا مش مبسوطه بالعرض كمسرحيه اكتر زي ما مبسوطه بالناس اللي انا موجوده في وسطهم. التيم حلو جدا وروحهم حلوه جدا، وبيبقى عندهم كميه بوزيتيف انرجي رهيبه بجد. انا اللي بشكرهم، يعني هما كل بروفا يشكروني، لا انا اللي بشكرهم. وبشكرك يا احمد، وبشكر كل من هو موجود في التيم على روحكم الحلوه وعلى تعاونكم معايا وعلى تشجيعكم الكبير جدا ليا، اللي يا رب يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجمهور كله. ربنا يوفقك يا رب. ميرسي. انا شايفاكي حابه المسرح اكتر من السينما. هو بصي انا اتولدت يعتبر على المسرح، يعني انا فتحت عينيا على المسرح، اتعلمت تمثيل على المسرح، والمسرح هو جيم الممثل. بس برضو السينما والميديا عموما، سواء سينما تلفزيون اعلان او حتى برامج اعلام، هي بصراحة اللي بتسلط الضوء اكتر عن الممثل. يعني كنت قعدت عمر طويل جدا بمثل، كان الناس بتضايقني في حتة ايه، واحنا كنا سمعنا عنك في طبق اليوم، طب اديكوا سمعتوا عني في طبق اليوم. يعني انا اصلا بداية مخلاني ان انا امثل ميديا، لا سمعت عني في طبق اليوم. بالظبط كده. فبس الميديا برضو ليها طعم والمسرح ليه طعم، فكل الاتنين لا انا بحب الاتنين وحابه ان انا اشتغل في الاتنين، بس موقفه مسرح شويه لان المسرح بياكل الوقت حرفيا. انت بتتسحلي، انت تخشي مسرح بتتسحلي كده، فعشان كده بس شغل المسرح صعب لانه بيبقى بحبه. شوفي بتقولي صعب بس بحبه. عايزه اقولك بصي، انا ممكن ابقى بتعب في حاجه عاديه، ابقى مش قادره اوقف لكن اتعب في المسرح قطعيني حتت كده، بحبه. يعني بتحسي بفعل الجمهور، بحس ان انا مستمتعه حتى بالتعب. يعني انا مبسوطه ان انا تعبانه عشان انا كنت بعمل مجهود في حاجه بحبها، وبطلع باور رهيب جدا وطاقه فظيعه فعلا ما بطلعهاش في اي مكان تاني. بدات تمثلي وانت عندك كام سنه يا ساره؟ 6 سنين. كنت صغيره قوي. انا مامتي اصلا هي اللي يعني اكتشفت الموضوع ده فيا. كانت بتشوفني وانا بلعب مع اصحابي وبتقمص بقى الدور قوي، واخش بقى البس لها لبس كده واقعد ارقص لها رقصات سعاد حسني وشاديه، واقعد لها وحياه عينك واقعد اغني لهم وارقص لهم واعمل لهم استعراضات وامثل لهم. يعني في اوقات كنت اخش بقى اتقمص شخصيه واطلع اروح عامله لهم فيروز وهو ده ابويا. يعني مامي اللي شجعتك ان انت تكملي؟ بصراحه لا، مامتي في البدايه خالص هي يعني وقفت قدام ناس كتير جدا في العيله اللي هو لا خلاص انا هي حابه كده وهي غاويه، لكن ما كانش في اعتراض من الاهل بقى، من بابي ومن حد؟ كان في اعتراض رهيب من اخويا الكبير. لا ازاي، عارفه انت الفيلم بتاع انا لا اسمح انا لا اسمح اختي انا على خشبه، هو اخويا كان كده. كنا بنشوف الفيلم ده بنقول ايه ساره ورأفت. اللي هو لا ازاي انا اختي تمثل وتعمل ومش عارفه. بس دلوقتي خلاص بقى كلهم على فكره بيشجعوني وكلهم شايفين ان انا بعمل حاجه كويسه، وعمري ما ان انا مثلا هخالف مبادئي او عمري ما انا هعمل حاجه تخليهم يخجلوا ان هم يتفرجوا عليا. بالعكس انا بمثل عشان حابه ان الناس تستفيد من ده، حابه ان انا اطلع، حابه الناس تتفرج عليا. فالحاجه اللي هتخليني، يعني انا مره قبل كده قلت ده المخرج، قلت له الحاجه اللي هتخليني ريموت التلفزيون محطوط اروح انا قلبه عشان انا طالعه في مشهد ده انا ما اعملوش اصلا. انا ليه اقلب عشان انا طالعه في المشهد ده؟ ما اعملوش. انا بمثل عشان استمتع.
مين قدوتك بقى في العمل الفني، ان انت يعني خدت السيستم بتاعه ان انا ده انا حابه مثلا سعاد حسني فعايزه اطلع زي سعاد حسني؟ اديكي قلتي انت عارفه كان كل البنات عايزين يطلعوا سعاد حسني. لا ده هو انا اصلا لقبي سندريلا الفن من وانا صغيره، لان انا فعلا بحبها بعشقها، وفعلا انا فتحت عينيا على افلامها كلها انا حافظاها. ويسرا. مين خد بايدك بقى ودخلك الوسط نفسه؟ كان خاله استاذ اسلام سيد، هو مخرج. مامتي ساعتها بقى كلمته تعالى شوف المجنونه اللي عندنا في البيت دي، فهو مخرج في الشباب والرياضه. ساعتها بقى هو اللي علمني مسرح، وعلمني ازاي ان انا امثل، ازاي اقف على الستيج، كل حاجه من هي في البدايه هو علمها لي. بعد كده طبعا دخلت نقابه المهنه التمثيليه، خدت ورش، اشتغلت بقى في اعمال تانية مش عارف ايه، عملت كذا حاجه، دخلت مسرح الجامعه، دخلت مع مخرجين تانيين. فاللي هو بس هو اول حد خدني كده من ايدي وتعالي وطلعني هو استاذ اسلام. طب انا شفت لك برنامج يا ساره لسه قريب كده، فحابه تكلميني عنه. انت طالعه فيه مذيعه. تجربتك كانت ايه في البرنامج ده؟ ما هو انا بعمل برنامج اسمه اسرار النجوم على مجله كلاسي، هو برعايه المجله. برنامج فني لطيف كده، لايت خالص. بنلعب لعبه انا والضيف، يعني مثلا حضرتك الضيفه بتاعتي بيبقى في قدامنا ولد وبنت وشايب، كل واحد فيهم عنده شويه اسئله. عديتي من الفقره دي وجاوبتي على كل الاسئله بكل جراءه، اوكي تمام. في الاستاب دي بنخش على فقره الجوكر. دخلنا على فقره الجوكر، في سؤال وعقاب، يا الضيف بيجاوب على السؤال يا اما العقاب. جاوب على الاسئله والعقابات وكل حاجه كده، البوينت عنده هو اللي كسب، فيحكم عليا حكم. غلط في حاجه او في سؤال جاوبه بطريقه ملتويه او ما جاوبوش اصلا، رفض ان هو يجاوبه، كده بيبقى انا ليا حكم او الساده المشاهدين ليهم حكم يحكموه على الضيف. وبتتوالى بقى الحلقات. ايه اغرب موقف حصل لك بقى في البرنامج؟ كان استاذ عمرو عبد العزيز حكم عليا في نهايه الحلقه ان انا زغرت على الهوا. كان الحلقه لايف، فاللي هو انا زغرت على الهوا، وناس كتير انتقدتني في ده، قالوا لي انت ازاي غير لائق بمذيعه ان انت تزغرت على الهوا. بس انا يا جماعه كنت لايف، فانا مستحيل ان انا مثلا بدأناها جراءه يبقى ننهيها بجراءه. انا اللي لعبت لعبه وانا اللي قلت ان فيها جراءه، فلازم اكون قد الجراءه دي. لو انا مش قد الجراءه يبقى ما اعملهاش من الاول. طب سؤال بقى، انت ليه بتداري سنك لما حد بيسالك عن السن؟ انا عقلي متوقف عند ان انا عندي 18 سنه. انا عقلي متوقف عند دي. ما بحبش انا نفسي حتى بيني وبين نفسي او بيني وبين اهلي. والله العظيم اقسم بالله انا لو بابا جه قال لي ساره انت بقيتي كذا، اما عيد ميلادي مثلا، بابا ما تقوليش كده، اللي هو انا بنهار بجد، ببانك بجد وبترب بجد، بحس ان انا لا ما حدش يقول لي كده، انا لسه في حاجات كتير عايزه احققها، مش عايزه اكبر وعايزه اعملها. لا في حاجات كتير عايزه اعملها، في وقت كبير ضاع من عمري في اللا شيء. فانا الوقت اللي ضاع من عمري في اللا شيء ده، عارفه انت اللي هو عملت له مونتاج، قصيت العمر ده. فانا لما عملت له مونتاج رجعت عندي 18 سنه. بقيت السندريلا. انا كده يعني انا بس عملت مونتاج لفتره في حياتي ما مخي رافض ان هو يفتكرها، بس ده كل الموضوع. الموضوع. التنمر كتير كتير. ده وانا صغيره ولا وانا كبيره؟ وانت صغيره. وانا صغيره اصلا انا ما كنتش بتكلم زي ما بتكلم معاكي كده. انا كنت بتكلم ازاي بقى؟ بصي يا استاذه علا، انا كنت عايزه منك ان انتي تجاوبيني بس بالراحه وتساليني بالراحه، عشان انا بتوتر جدا 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 وبقلق وبخاف. خجوله. كنت بالطريقه دي. فاللي هو انا الاطفال اللي حواليا مش فاهمين انتي بتمثلي، يعني هم عارفين ان انا بمثل، فانت كده طريقتك دي انت بتمثلي علينا، عايزه تعملي فيها البنوته الرقيقه مش عارف ايه. يا جماعه والله العظيم انا ببقى مكسوفه جدا. انا كنت بمشي اقسم بالله بمشي تاتا خطوه. ليهم حق ان هم يتنمروا، مش مالهمش حق، بس مالهمش حق بقى في حته ايه؟ ان هم يتنمروا على ان انا بمثل. يعني في جروب كده بقى تنمروا في حته ان انت بتمثلي، انت ايه
اللي هو بيقعدوا مش عاجبهم. بقوا يتريقوا عليا حرفيا. وبقيت بقى شويه كده الاقي ايه، شد من الشعر، نغز، مش عارف ايه. درجه في مره مش ناسيها لكم، في مره اعز صحابي، بصي يعني احنا مع بعض من جريد 1 لحد جريد 6. جينا في جريد 6 لقيت كنت انا سبت مدرستهم. انا مامتي نقلتني من 200 مدرسه. ليه كنت مشاغبه ولا ايه؟ لا، اول مدرسه اتنقلت منها بسبب ان اخويا كان المفروض هيخش المدرسه، فدخلتني المدرسه بتاعت اخويا. هحكي لك موضوع المدرسه ده بس انا هكمل لك دي. ففي جريد 6 انا كنت سبت المدرسه بتاعتهم بس باخد معاهم الدروس بتاعتهم. انا عايزه اقول لك فجاه ما اعرفش ليه اتمنى تجاوبوني، يعني احنا كبرنا خلاص وفي منكم موجودين عندي في السوشيال ميديا، اتمنى بجد تجاوبوني على السؤال ده. ليه عملتوا فيا كده؟ اتجمعوا كلهم وضربوني. فصل كام ضربوني، يعني الفصل باكمله ضربك؟ يعني جروب حوالي 15 بنت ضربوني عشان بتمثلي. معرفش، انا بقول اهو، انا بسالهم ليه عملتوا كده وقتها. انا مش قادره اسكب او اتخطى اليوم ده لحد النهارده. على فكره مش هقول اسماء عشان في منكم انا بموت فيهم لحد النهارده، بس برضو مش قادره اسكب ان انتم كنا مع بعض كده واتجمعتوا عليا وضربتوني. واللي دفعت عني بنت انا وهي ما كناش صحاب قوي، وقفت ودفعت عني. انا ما بعرفش اضرب، وقفت ودفعت عني. وغدير، ثانك يو يا غدير. انا مش قادره اسكاب الموقف ده لحد النهارده. لا يعني ده غيره ولا؟ ما انا مستنيه بقى هم يجاوبوني، يقولوا لي ليه عملوا معايا كده. احنا كبرنا ومامتي راحت عند ربنا وكل واحد فينا بقى ليه حياته، فانا عايزه اعرف ليه عملتوا فيا كده. طب ودلوقتي بقى لما بيشوفوك بيتعاملوا معاكي ازاي بقى؟ رجعنا اصحاب. انا قعدت مخاصمهم حوالي 3 سنين، فضلت مخاصمهم 3 سنين ما بكلمهمش. لو شفتهم في مع اني كنت بتمنى في طول ال3 سنين دول ان انا اشوفهم تاني. انا من الناس اللي بتعلق بالناس جدا وبتعلق بالحاجات. انا ممكن باكل بان تلاقيني شايلاه عندي في البيت فاضي. بتعلق بالحاجات جدا وبتعلق بالذكريات جدا، بحبهم اقسم بالله بحبهم. معرفش ايه اللي حصل. ولحد دلوقتي احنا في منهم لسه اصحاب لحد دلوقتي وبحبكم على فكره نفس الحب، بس موجوعه. هتلاقيهم دلوقتي هم من جمهور. في منهم على فكره بيشجعوني جدا وبيكلموني وشاطره يا ساره وبرافو يا ساره وحلوه يا ساره، وانا بفرح جدا. طيب بيشجعوك بيدوك حماس يعني؟ ليه عملتوا كده طيب وقتها؟ الوقت اللي ضربوك فيه بعد كده بيدوك حماس. يعني انا نفسي اعرف ليه ده حصل وقتها. يعني انا اذ ربما اكون كنت وحشه في حاجه. انا عندي اخت صغيره عندها 3 سنين، مرعوبه عليها لما تدخل المدرسه تتعرض لنفس اللي انا كنت بتعرض له. عندها 3 سنين دلوقتي؟ مرعوبه ان انا لما تدخل مدرسه تعرض. فادوني النصيحه، انا ايه اللي انا كنت بعمله غلط استفزكم خلوكم عملتوا كده فيا بجد. يعني انا مش قادره اسكاب لحد النهارده. ممكن تكون في منكم ناسيين بس انا مش قادره انسى. يعني ده سبب من الاسباب ان انت اتنقلت في الدراسه لمدارس كتير ولا؟ لا، سبب بقى في مره اخويا الاصغر مني كان هيروح مدرسه وهو متعلق بيا جدا، فانا رحت مع مدرسته. فدي لحد جريد 6. فاعدادي المفروض هنقل مدرسه تانية، فرحت المدرسه اعدادي 3 سنين عادي جدا. ثانوي قضيت سنه في مدرسه ومامتي نقلتني بسبب ان انا كنت كل يوم بتسرق وانا ساكته وعارفه مين اللي بتسرقني، وبروح ماشي عشان فلوسي اتسرقت وانا عارفه اللي بتسرقني، بس ما بواجههاش، ما بقولهاش انت سرقتيني. يعني انا خايفه على شعورها ان انا اقول لها انت يعني حتى الناس بتتريق عليا تقول انت خايفه على شعورها تقولي لها ان انت سرقتيني وهي مش خايفه عليكي ان انت بتروحي كل يوم ماشيه بسببها. بس انا كنت وقتها حاسه ان انا لا مش عايزه احرجها، مش عايزه اقول لها انت ليه بتسرقيني، مع اني عارفه ان هي دي. فمامتي نقلتني من المدرسه. ما كانش عندك الجرأه ان انت تقولي لها انت بتسرقيني؟ مش عندي الجرأه. انا لحد النهارده على فكره يعني مثلا لو حضرتك عملتي معايا موقف وحش وانا عارفه ان انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي، عمري ما هقول لك على فكره انت عملتي فيا كذا. هبقى بلتمس لك عذر كل شويه ان انت
يمكن مش قصدها، يمكن لا هتثبت حسن نيتها كمان شويه، وتروحي مدياني قفا تاني، واروح قايله ايه لا 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 مش عارف ايه. ببقى حاسه ان انا ما بتتعلميش بسهوله. ده انا قفايا ورم، اللي هو مثلا اديتيني قفا، استنى كده التانية كده لسه ما خدتش، لسه ما هكمل. معرفش ليه بعمل كده، يعني مش عارفه ايه اللي انا فيه ده. مش قلب ابيض على فكره، بالعكس انا ما فيش حد قلب ابيض، كلنا قلبنا فيه نقط سودا وخطوط سودا، كلنا كده. بس انا نفسي ما بقاش عارفه انا ليه اتصرفت التصرف ده، ما بقاش عارفه انا ليه بسامح. يعني ممكن تنفخيني تقولي خلاص يا ساره مش قصدي، خلاص احنا بقينا اصحاب، بحبك. ليه كنت مش حابه اسم ساره وانت صغيره؟ برضه بسبب التنمر. ليه ده اسم ساره جميل؟ كانوا بيقعدوا يقولوا لي ساره السرساره راكبه الحماره وماشيه على الكورنيش وتاكل عيش، فانا كنت متعقده. وبعدين معلش انا واحده، كان مامتي هتسميني سندريلا وبابايا هيسميني ساندي، لقيت نفسي ساره، فطبيعي هتعقد. يعني ماما وبابا انتوا ليه ما خدتوش قراركم؟ يعني ليه انتي ما خدتيش قرارك واصريتي على سندريلا، او انت ما خدتش قرارك واصريت على ساندي؟ خلوا ابن عمهم هو اللي سماني ساره. طب انا ذنبي ايه ان انا اطلع ساره؟ جميل يا ساره. دلوقتي بقيت احب اسمي عادي جدا، بس وقتها ما كنتش متقبله ده، لان تنمر على طريقه كلامي، تنمر على اسمي، تنمر على مش عارف فيا ايه عدل. طب لما دخلتي الفن ما حاولتيش تغيري؟ لا بقى، كنت خلاص حبيت اسمي وخدت شهادات كتير جدا وجوائز كتير جدا باسم ساره، وحاولت اغير اسمي على فكره وانا صغيره، وخدت بابا ورحنا السجل المدني وعملنا الورق. لا كاسم شهره، في فنانين كتير بيغيروا. لا بحس بقى اللي هو ايه، الجمهور ما بياخدهاش ان احنا قريبين لبعض. انا بحب ان احنا يعني انا بني ادمه عاديه جدا، باكل وبشرب وبعمل بيبي عادي جدا. انا انسان اعيش واتعايش، اكل واتاكل. فاللي هو ايه اللي يخليني لا، يا اما اغيره بجد فعلا ويبقى في كل الاوراق الرسميه انا اسمي ده، يا اما لا خلاص انا متعايشه مع اسمي. انا دلوقتي بقيت حابه اسمي عادي جدا، ساره رجب اسم فني. لو جالك دور مع الفنانه القديره طبعا سماحه ايوب ومحمد رمضان، هتختاري تشتغلي مع مين؟ اختار حد منهم يعني؟ طبعا القديره بدون تفكير سماحه ايوب. علشان بتحبي مسرح ولا عشان هتعلم منها، وفخر ليا وشرف ليا اني اقف قدامها، حتى لو مشهد قد كده، حتى لو يعني من غير اي حاجه خالص، انا شرف ليا بس اني وقفت قدامها. ده شرف كبير جدا لاي ممثل ان انا اقف قدام استاذه سماحه ايوب. فلا طبعا 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 وبلا تفكير. واستاذ محمد رمضان نفسه لو اتسأل السؤال ده هيقول ان هو يقف قدام استاذ سميحه. ازاي؟ لو جالك دور في مسلسل من مسلسلات رمضان بس هيقولك مفيش اجر، عادي جدا تشتغلي؟ لو الدور حلو، ولو عجبني العمل كويس، طبعا 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 انا بشتغلش على فكره من زمان. وكانت كلمه مامتي للمخرجين او للناس اللي مثلا بعمل معاهم شغل او كده، انا بشغلش بنتي عشان فلوس، انا بشغل بنتي عشان ده في دماغها، عشان هي حابه ده. وانا ما بشتغلش عشان فلوس، انا بشتغل عشان بستمتع، عشان بحب ده. والمقربين مني عارفين ان انا ممكن في حاجات انا ادفع فيها، بس انا حابه ان انا اعمل ده. معلش المسرح انا بدفع من جيبي في المسرح، بس انا بحب ده، انا حابه اشتغل في ده. غنيتي قبل كده يا ساره؟ انا طبعا صوتي وحش جدا على فكره. المسرحيه اللي انا طالعه فيها دي طالعه فيها بنت صوتها حلو وبنت بتغني، بس بحاول ادي، يعني انا بادي مش بغني. فانا صوتي، انا اصلا نبره صوتي رفيعه، فساعات بتيجي بتبقى بتسرسع، ببقى شبه الكرتون. عزيزتي ايها عارفه انت اللي هو انا ببقى كرتون على طول. فما ينفعش اغني. انا كان طموح من طموحاتي ان انا اكون ممثله شامله، فبغني وبرقص وبمثل ومش عارفه ايه. مثلت ورقصت، يعني عملت استعراضات، لكن غنى انا مش شاطره في ده. مش شايفه نفسك؟ مش شاطره، انا مش شاطره. يعني لو حد هياخد بايدي ويعلمني وابقى شاطره ما عنديش مشكله، لكن انا مش شاطره. بس صوتك كويس على فكره. انت دايما لا صوتي مش كويس، لا والله صوتك حلو. صوتي
انت وحش. ومع التدريب هيبقى كويس لو انت داخله دور في. ما انا بقى بحاول ان انا اظبط ده، بحاول ان انا اعمل ده في الدور ده. بعدين بغني كوبليه، مش بغني اللي هو طرب. بعدين بأديه مش بغنيه، فاللي هو في فرق يعني. بس اشتغلتي اعلانات؟ عملت وانا صغيره اعلانات كتير جدا جدا. بس طبعا مش هينفع اقول اسماء البراند عشان انا كده بعمل لهم اعلان. طيب يعني الخاتم اللي في ايدك بقى ده دايما سالت عليه كتير قوي. علشان دايما طالعه انت بيه. له علاقه يعني؟ مش طالعه بيه على فكره، هو انا على طول لابساه. يعني انا لو نسيته في البيت ببقى متضايقه جدا. انا ده تميمه حظ بالنسبه لي، ده مفتاح الحياه. يا جماعه مفتاح الحياه، تمام. مامتي دايما كانت بتتكلم عن مفتاح الحياه، وكانت بتحب مفتاح الحياه. فانا حبيت مفتاح الحياه من حب مامتي في مفتاح الحياه، وبشوفه بتفائل بيه، بحس ان انا مبسوطه، مش عارفه ليه. يعني هو ده كحظ؟ يعني مش حظ قوي، بس انا بتبسط لما بشوفه، تتفائلي بيه. بحس ان انا مبسوطه، بحس ان انا حابه اشوفه قدامي. لو جالك دور جريء في السينما تشتغلي؟ جريء زي ما هو في جريء ولا يخجل، وفي جريء يخجل. الاثنين؟ لا يخجل لا، ما انا قلت لك من الاول ان انا الدور اللي هيخليني اقلب التلفزيون او اخبي المشهد من عيلتي من المقربين ليا عشان ما يشوفوهوش، عشان انا مكسوفه ان هم يشوفوني بعمل ده، بلاقي احسن. اعمله ليه لما انا هبقى مش عايزه حد يشوفه؟ اعمله ليه؟ لكن الدور جريء، في ادوار جريئه كتير، جريئه غير خادشه للحياء. انا بحب ده جدا. انا عامله برنامج جريء، يبقى مش هعمل دور جريء؟ فانا لا بحب ده. بس طب قبل ما نختم حلقتنا بقى عشان الوقت خلص، عايزينك تكلمي لنا نبذه كده عن الفيلم الجديد بتاعك #جوزني. #جوزني هو فيلم طبعا مش هينفع احرق الاحداث لان هو يعتبر لسه في السينما. طبعا بطوله ماهين السعيد وامير المصري. كان دوري مع اسلام ابراهيم. كنت بعمل بنت عانس، ورايحه لهم الشركه اللي هم عاملينها للجواز. هم عاملين شركه جواز، مش هينفع احرق برضو الموضوع قوي. فبروح لهم بتعامل معهم يعني في شركه الجواز وكده، وبطلب منهم عريس وكده. فانا الدور ده اصلا انا حبيته جدا. اولا اسلام ابراهيم عسل جدا في الكوميديا، وعملنا حاجه حلوه مع بعض فيه. وبعدين انا عملت الفيلم وما قلتش لحد، فجاه لقيت كذا حد يبعت لي سكرينات، ايه ده، هو ده انتي، دي انتي، دي انتي، دي انتي، اللي هو ايه ده، الله. يعني انا ما قلتش، لقيتهم هم لوحدهم اللي شافوني. وانا ساعتها كنت محضره عايزه اعمل كاركتر معين في دماغي، بس مش عارفه المخرج والستايلست هيوافقوا على الكاركتر ده ولا لا، لان هم قايلين لي على لبس تاني وستايل تاني وحاجه تانية، وانا في كاركتر عايزاه. قلت خلاص انا هاخد الحاجات اللي هم قالوا لي عليها معايا في الشنطه، وهروح لهم اصلا بالكاركتر اللي انا ايه عايزه اعمله، كاني جايه عادي لابسه لبسي عادي وجايه. رحت لابسه اللبس، انا كان بنت بقى اللي هو عارفه انت اللي هو البنات اللي هي تحسي ان هم شكلهم ملخبط بقى. رحت عامله قطتين اللي هو تحسيها عبيطه وعايزه تتجوز وخلاص. رحت عامله قطتين ولابسه نضاره كده، وعامله ميك اب سامبل خالص. انا ما بحطش ميك اب اصلا، ما بحبش الميك اب، وجينز وتي شيرت وبتاع. ورحت فبتكلم معاهم مش عارفه ايه، ما تعمليش اللي احنا كنا قايلين عليه، خليكي كده، خليكي زي ما انت كده، زي ما انت اطلعي. فعملت اللي انا عايزاه، عملت الكاركتر اللي انا كان نفسي اعمله. بس فلا كواليسه كانت حلوه جدا كمان، وتعرفت فيه على بنات جميله جدا، وتعرفت فيه على ناس حلوه. وبرده بشكر استاذ محمد فؤاد الكاستنج دايركتور جدا 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 على كل تعبه معايا وكل مساعدته ليا. وفي نهايه حلقتنا بنشكر الفنانه ساره رجب اللي كانت معانا منورانا في الاستوديو النهارده، وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني وثالث معاك ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.